السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات محمد وآية. ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أفضل حال. فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة، احنا طبعا مستمرين في الجولة بتاعتنا واحنا لسه في مدينة بورسعيد، ودلوقتي احنا هنخرج من القرية اللي احنا كنا فيها وهننزل مدينة بورسعيد، هنعمل فيها شوية أجواء وهنتفسح فيها بقى وهنوريكم كل الجولات اللي احنا هنشوفها مع بعض. فأتمنى طبعا الفيديو ينال إعجابكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان كمان يا جماعة ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات. يلا بينا بقى نتابع الجولة بتاعتنا. يلا نبدأ الفيديو. هنا يا جماعة أول ما رحنا بورسعيد على طول كنا متحمسين وقلنا نروح نركب المعدية ونتنقل من بورسعيد نروح بور فؤاد. وطبعا زي ما احنا شايفين كده احنا دلوقتي طالعين المعدية بالعربية وهننزل دلوقتي ونتفرج بقى على الجمال والحلاوة واحنا راكبين المعدية يا جماعة. بس طبعا يا جماعة احنا كنا معديين المعدية دي عشان نروح بور فؤاد عشان خاطر نروح جبال الملح، بس للأسف الشديد ان جبال الملح كانت مقفولة، مكانتش تفتح غير يومين بس في الأسبوع. فاحنا بقى للأسف ما قدرناش ان احنا نصور لكم أجواءها، مع الرغم ان احنا كان نفسنا أصلا نروحها بصراحة ونتفرج عليها ونشوفها. كده يا جماعة كنا راكبين في المعدية وكنا مبسوطين جدا بصراحة، بس كنت خايفة المعدية تغرق بينا. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان يعني عشان تعدي من بورسعيد لبور فؤاد، معروف ان بورسعيد في افريقيا وبور فؤاد في اسيا يا جماعه، فانت بتتنقل من قاره لقاره تانية عن طريق المعديه اللي احنا راكبينها دي. بصراحه المنظر رائع بقى وانت بتتفرج على يعني الجمال والسفن والمراكب وهي رايحه وهي جايه، وحاجه جميله بصراحه. يعني بورسعيد او بور فؤاد الاتنين بلدين اجمل من بعض. بصراحة اصلا يا جماعة كان الجو ساعتها حر جدا، واحنا كنا محتاجين ان احنا نركب المعدية عشان خاطر ايه، الجو بقى فيها هوا كده، تحس ان انت في جو تاني. بصراحة كان الجو ساعتها صعب. ف طبعا شوفي انت بقى جمال بور فؤاد عامل من ازاي. على قد من على روعه بصراحه يا بعد. جماعه، من على بعد كده وانت داخل عليها بقى عشان تروحها كده، حاجه كده تخليك متحمس انك تروح تتجول فيها. يعني مدينه بور فؤاد مدينه جميله يا جماعه، وزي ما آية قالت لكم اللي احنا اساسا كنا يعني كنا احنا رايحين معديين مخصوص عشان نروح جبال الملح ونعمل لكم فيها فيديو كويس، انما هو للاسف الجبال الملح كانت مقفوله لان المواعيد بتاعتهم بيقول لك يعني لما رحنا هناك وسالنا الناس قالوا بتفتح ممنوع يومين الدخول، بس. بتفتح جمعه وسبت بس. كان جوه، احنا فاحنا كنا يوم طبعا الأحد. كنا لحد واتاخرنا ما رحناش لان ما كناش نعرف، كنا يعني احنا كنا فاكرين انها بتفتح على طول. فلما رحنا تلاقيناها مقفوله وحاولنا معاهم بقدر الامكان ان احنا نخش ونتصور طبعا وناخد صور على جبال الملح، لكن طبعا ما عرفناش واكتفينا طبعا ان احنا نتجول في بورسعيد وبور فؤاد. بس والله يا جماعة كانت رحلة جميلة جميلة جدا. جميلة جدا. اشوف بقى وانت راكب في قناة السويس كده بتعدي من هنا لهنا. منظر جميل بصراحة. لا لازما ما رحتش بورسعيد، لا اي تروح انت بورسعيد او تنزل بورسعيد لازما على طول تروح تركب المعدية وتتفرج على الجمال ده. شايفين اصلا المنظر من على بعد عامل ازاي؟ دي منظر بور فؤاد يا جماعة من على بعد، كان جميل جدا. طبعا احنا هنا يعني خلصنا طبعا الرحلة بتاعتنا وبنتجول هنا في شوارع بور فؤاد. يعني اتنقلنا من المركب ورحنا نتجول في شوارع بور فؤاد يا جماعة، المنظر منظر ساحر. مشينا شوية كده، يعني ايه، قلنا نصور لكم بعض الاجواء اللي احنا هنعيشها في بور فؤاد، وكان برضو اجواء جميلة والله ومناظر جميلة، وكانت فسحة حلوة بصراحة، اتبسطنا فيها يعني. دي بور فؤاد يا جماعة، شوفوا الشوارع بتاعتها والقرى السياحية هناك عاملة ازاي، المنظر منظر جامد بصراحة. مم. بس انت طبعا يعني كان مزاجك حلو الرحلة دي، يعني احنا قضينا يومين حلوين بس يعني تنزل بورسعيد بصراحة يا جماعة جميلة جميلة في كل حاجة، سواء في أكلها في شربها في الفسح كمدينة، كل كمان حاجة فيها حلو. وهادية، يعني جواها هادي وأجمل برضو. حاجة فيها لما تتسوق في الأسواق بتاعتها، دي حاجة تانية كمان، لما تتسوق في الأسواق بتاعتها وتشتري الحاجات اللي انت بتحتاجها، جميلة ورخيصة في سعرها. زي ما انتم شايفين بقى يا جماعة كده قدامكم، كان المنظر جميل جدا، وتحس ان الشوارع فاضية وهادية كده، تحس ان الجو هادي. وكمان منظر، شايفين اصلا منظر الشوارع عامل ازاي، تحس انت كده في حاجة راقية هو فعلا. هو طب احنا يعني احنا خلصنا بور فؤاد زي ما انتم شايفين، احنا في اتجاهنا دلوقتي عشان نركب المعدية تاني عشان اه نعدي من بور فؤاد ونرجع تاني لبورسعيد عشان هنبدأ برضو جولتنا في بورسعيد، لأننا أول احنا ما رحنا على طول على بور فؤاد، احنا فاحنا فعلا كنا رحنا على طول، متحمسين احنا ان احنا كنا نركب عايزين المعدية. نروح بصراحة نركب المعدية ونروح جبال الملح، دي كنا اول حاجة عايزين نعملها في الفيديو بتاعنا. بس للاسف بقى ما كانش في نصيب ان احنا ايه نروح جبال الملح، لانها كانت زي ما قلنا لكم انها بتفتح يومين بس في الاسبوع. فدلوقتي طبعا احنا احنا لفينا عدينا لفة كده احنا في عدينا دلوقتي المعدية ودلوقتي احنا في بورسعيد. في بورسعيد دلوقتي. دي بورسعيد.
احنا بقى يا جماعه قلنا ننزل بورسعيد يعني نتمشى فيها كده شويه ونشتري شويه حاجات كانت ناقصانا بصراحه. وبرضو ان احنا كنا ساعتها جوعنا اصلا، وقلنا ننزل بقى نتغدى كده ايه ونعيش يومنا الطبيعي عادي. فكده بقى في اتجاهنا لبورسعيد، واحنا دلوقتي حاليا فيها، وبنصور برضو فيها بعض الاجواء اللي احنا عشناها فيها، وان شاء الله تعجبكم. كده كنا نزلنا بقى ايه عشان ناكل دي في كنا. منطقة الجراش يا جماعة، اه يعني منطقه دي الجبل. منطقة الجراش طبعا مشهورة جدا في بورسعيد. معروفة طبعا بالأسواق بتاعتها اللي هي المحلات بتاعتها، سواء محلات الآيس كريم أو محلات اللي عايز تشرب شاي تشرب كوفي وفيها ميكس اكل أي برضو يا حاجة كده. جماعه، كان كريم وفيها عمر. طبعا المأكولات طبعا اللي أنت اه. عايزها، أكل سوري أكل مصري، كل الأكلات اللي أنت عايزها موجودة في منطقة الجراش دي ومشهورة جدا في بورسعيد. إنما طبعا زي ما احنا شايفين احنا كنا رايحينها الصبح، وكانت الأجواء لسه يعني هاديه الدنيا لسه شويه هادية، اه. إنما العصر بقى تلاقي زحمة موت، تلاقي الزحمة كلها موجودة فيها. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة طلبنا الأكل. وعشان طبعا ما نخبيش عليكم عشان تكونوا عارفين احنا اساسا ما بنحبش الاكل اللي فيه لحوم والحاجات دي، لانها طبعا انت مش عارف مضمونه. مش مضمونه. فاحنا اكتفينا ان احنا يعني كل واحد يجيب الكشري المصري وندوقه هناك في بورسعيد. بصراحه كان طعمه تحفه، كان اه. جميل جدا. وخلصنا زي ما انتم شايفين، خلصنا وقلنا بقى بقى نروح ناكل ايه. نحلي. نحل وناكل ايس كريم برضو، ده كله في منطقه الجراش يا جماعه. الايس كريم دي بقى كان حاجه تانية يا جماعه، تحفه اقسم بالله تحفه. اه ودوان بقى بصراحه اللي مزعلني. عايزه اروح اكله تاني. جميل بصراحه بطريقه جميله. وكريم وعمر طبعا ما اكلوش معانا كشري، لان احنا كنا جايبين لهم سندوتشات سندوتشات شاورما سوري سوري، كانت اه. جميله. أنا دقتها بصراحه كانت جميله، بس انا تفصى شويه. مع الرغم ان احنا ما فانا عمال بنحبش اقول لكم اللحوم اللي جامده يا بره. جماعه، عمال اقول لكم على الايس كريم جامد بصراحه، كان ايس كريم بالمانجا. اه. وعمر وكريم لا طلبوا بصراحه شوكولاته. جامد والله جامد يعني. انا وهي خدنا مانجا، وعمر وكريم طلبوا شوكولاته بالبوريو زي ما انتم شايفين. مم. بس بصراحه روعه يعني، عايزين انت نفسك يعني تكرر الرحله دي تاني. لا انا عايزه اكل ايس كريم. اهم حاجه عندك الايس كريم، يعني لا مش عايز اكرر والله. الرحله تاني، ما انا اجيبه لك من اي حته. لا ما هجيبه منين، انا عايز ايس كريم من عند الراجل ده. يعني لازم اروح مشوار مخصوص عشان تاكل ايس كريم ونرجع. لا والله يا جماعة كانت رحلة جميلة جميلة والله، واتمتعنا فيها. ان شاء الله بقى تعوض في رحلة تانية. شوفوا يا جماعه منظر الجامع ده بقى في بورسعيد، منظره جامد. جامع ابيض في ابيض كده، منظره تحفه، قلت لازم انا اصوره بصراحة انا اللي واوريهولكم معايا. صورت، هو مصورش حاجة، هو كان بيسوق، ده انا تعبت. يعني انتوا المفروض لا انا كده. خدت منك التليفون ساعتها وقلت لك هصوره انا. بجد والله ممكن بقى كنا نسيه. انا اللي انا بصور. عايزاكم يا جماعة يعني الفيديو ده تفجروا لايكات كده، لان انا اللي تعبت في تصويره والله. ماشي يا ست. قلنا بقى نروح على البحر يا جماعه، ونروح نشوف شواطئ بورسعيد ونتمشى عليها شويه. شواطئ هاديه زي هو ما انتم احلى شايفين، حاجة الموسم بصراحة الصيف لسه ما كانت في بدأش. كانت في الرحلة دي ان الجو كله كان هادي هادي. ما فيش في عارف زحمه. تتحرك انت واولادك تعرف كده. تاخد الصور بتاعتك، تعرف تتفسح، تعرف يعني مزاجك حلو. دي طبعا لو في شهور الصيف ما كنتش تعرف اصلا تتحرك. هتلاقي الدنيا زحمه طبعا، مش هتعرف تاخد راحتك. اه. انما زي ما انتم شايفين كده الشواطئ مفتوحه، الشواطئ يعني لسه في بدايه احلى الصيف. حاجة ان انت تروح في الجو هادي. موسم بين الصيف والشتاء الخريف. لكن في الشتاء برضو مش هتعرف. ربيع مش خريف بقى. احنا في ربيع صح. معلش. او خريف، ما ممكن تروح في الخريف برضو في نهايه الصيف. انا بقول عادي يعني في اي وقت، اه بس موسم الشتاء تنفع. هتبقى الجو برد، وفي الصيف هتلاقي زحمة وهتلبخ اصلا. يعني شفنا واقفين ايه وكريم وعمر بعيد. ملبوخه يا جماعه بالطفل بعمور الصغير. احنا ومش نعزم عارفه تاخد العمور يعني. راحتها لا طبعا. خدت راحتي والله و واتمتعت كمان. يعني الحاجه اللي بصراحه اللي ملفته للنظر في شواطئ بورسعيد ان هي كلها مليانه صدف يا جماعه، مليانه صدف. صدف بيطلع على البحر زي ما احنا شايفين كتير، وفي مناطق بيطلع بها يعني بيطلع فيها الصدف بطريقه كبيره جدا. او شفته كتير فعلا في البحر. كريم وعمر كانوا بيلعبوا بيه. بس شاطئ جامد بصراحه، يعني انت يعني انا بقول لك احلى حاجة ان انت مناسب للاطفال تلعب فيه. شاطئ مفروض زي ما احنا شايفين، ماهوش غويط، ما فيش فيها عمق يعني. الاطفال تلعب براحتها. وهادي كده، تحس ان موجته هاديه ماهيش عاليه، يعني هادي هادي. بصراحه بورسعيد جميله يا جماعه، انا جميله بشوف الفيديوهات يعني. دي يا جماعه اصلا يعني انت بتشوق والله ان ما اروح تاني. ينفعش انت تروح بورسعيد وما تزورش الاماكن دي، يعني تركب المعديه تروح تنزل بورفؤاد، تروح الجراج زي ما احنا رحنا كده. وفي اماكن كتيره هنوريها لكم، لسه احنا مش عايزين نحرقها لكم في الفيديو، هنشوفها مع بعض دلوقتي. بصراحه انا اتمنى الفيديو ده يعجبكم يا جماعه، لاننا احنا لفينا في بورسعيد يعني حته حته واتمتعنا بكل حاجه فيها، ما خليناش نفسنا فيها حاجه. ايه طبعا بتمس عليك ولا بتصبح عليكم حسب ما هي كانت موجوده في الوقت ده، حسب الوقت او حسب الفعلي. الوقت اللي انتوا بتشاهدوا فيه الفيديو. ايوه. تحس ان مفيش حد على البحر غيرنا احنا بس. وده اجمل حاجه والله بصراحه، العظيم. ده اجمل وكنا حاجه امتى؟ يعني وكنا انت. قرب العصر، يعني المفروض اصلا الناس تكون خرجت. يعني انت عايزه ايه اكتر منك؟ يعني ماسكه البحر كله لوحدك، انت عايزه اكتر من كده؟ اعرف. يعني انت ملكه البحر كله لوحدك اهو، شوف. ما حدش مضايقك، ما اي حدش خدمه حاجه. بقى. براحتك. قلنا بقى نتجول بقى يا جماعه ونروح المنطقه اللي فيها ايه، الحمام. اللي فيها الحمام يا جماعه.
طبعا معروفة ومشهورة جدا في بورسعيد، تحس كده كأنك يعني في في دولة اوروبا. أوروبية. تحس كأنك في دولة أوروبية. المنظر هناك يا جماعة، منظر الحديقة بقى هناك، الحديقة دي كبيرة جدا زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. بصراحة ومنظر منظر جميل الحمام جامد. فيها روعة، منظر الحمام فيها روعة. بتروح هناك طبعا بتشتري يعني الغلة أو الحبوب اللي بتاكله الحمام. اه، الست اللي كانت واقفة ناس دي ناس بتبيع. هناك اه، كتيرة، مش يعني ناس هناك كتيرة كذا بتروح تشتري واحدة. الكيس ب5 جنيه. وبتفضل بقى تاخد شوية صور جميلة بقى، يعني زي ما احنا شايفين كده الناس. وكنا احنا برضو بدري يا جماعة. انت لو يعني لو في العصر بتلاقي الناس هناك زحمة احنا موت. كنا وهنوريها بنروح لكم مرة، العصر. يعني انتظروا فيديو جديد احنا هتشوفوه هو صورناها العصر. مرتين. اه، هتشوفوها مرة العصر، بصراحة كانت تحفة، كانت تحفة. طبعا بتاخد الحبوب دي وترميها للحمام، بيبدأ الحمام بقى بيجي يتكون عليك. عليك. اه، يتجمع كده في مكان ان انت يبقى عملت فيه يعني الحبوب. يعني الواحد لو هو ما بصراحة، يعني أنا أول مرة أعرف إن بورسعيد فيها الحمام ده. أنا دايما بشوفه في أوروبا بصراحة، مم. إنما أنا أول مرة أعرف إن يعني عندنا مدينة في مصر هنا بيتلم فيها الحمام على على الناس والناس كده كتيرة والسياح بتيجي. والكلام ده. بصراحة منظر تيجي جميل يا تتصور جماعة. جنبهم وتأكلهم وكده. كان كريم بيأكلهم. أنا كنت بقول لآية ما نجيب بندقية ولا نجيب أي حاجة نصطاد بقى الحمام نصطاد بقى ده، الحمام. وتحشي لنا حمامتين على الجاهز أهو واقف جنب مننا. طبعا حرام. الحمام عندنا في البلد لما بنكون إحنا بيشوف واحد بيجري على بعد 50 متر وبيخاف منه، إنما هنا الحمام ملموم حوالينا أهو. فنمسكه كده وتحشي لنا حمامتين حلوين كده ولا حاجة يعني. ما بحبوش. احنا اصلا مش عارفين هو ده حمام يعني هو للأكل ده ولا ايه، بس انا شكله حمام عادي يعني. اه، لا، هو حمام عادي على فكرة، ما هو الزينة. الزينة بس بيكون ليه شكل تاني. بس منظر جميل، منظر ساحر بصراحة. تحفة يا جماعة الحديقة دي بصراحة، يعني تروح كده تروح تقعد فيها، اصلا كريم وعمر تقضي فيها اتبسطوا فيها واحنا فترة. اتبسطنا والله بجد. فترة العصر كده لو انت هتروح تقعد بقى، تروح بقى تقعد في الحديقة دي فترة العصر، من العصر لما للمغرب ناس كتير بتلاقي أوي زي ما الحمام انتم ده موجود. شايفين ومن قعدوا اصلا. المغرب ما بتلاقيش ولا حمامة واقفة، بتلاقي كل الحمام ده بقى اه، مشي، سبحان الله، راح الراجل للبيت راح بيته. بتاعه. يعني احنا مشينا تاني هنا بالليل ما تلاقناش ولا حمامة، كل الحمام ده راح خلاص، كل واحد هاجر راح بيته. الصبح بدري بقى تلاقيه موجود تاني، يرجع تاني عشان خاطر بقى ايه، هو عارف ان ده شايفين، هنا رزقه بقى كنت برميلهم كده الحبوب يقوموا متلمين كلهم. ده كان فيه كتير خالص والله، كان فيه يعني اتلم كتير عليا. سبحان من- الله، ما بيخافش. منظر جامد بصراحة. يعني الواحد حاسس ان هو يعني في دولة أوروبية، في هولندا، في أمريكا، في أمستردام، الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الأفلام دي يا جماعة. اصلا يا جماعه يعني كفايه ان واحد بس يخرج كده يرفع عن نفسه في وسط اصلا المناظر الطبيعيه الجميله دي، زي ما انتم شايفين كده، اصلا منظر جميل. ومنظر اصلا ان انت تخرجي وتلاقي الناس حواليكي برضو، دي لوحده برضو منظره كويس، تحس ان انت كويس، يعني انت في وسط الناس كده. هنا كريم كل شويه يجري ورا الحمام، كل ما يحط اكل الحمام الحمام يسوي ويمشي. مش معبره. ما ينفعش تروح بورسعيد وما تزورش الأماكن دي بصراحة، ما ينفعش. ما زرتش احنا الأماكن دي يبقى يعتبر يا انت ما جماعه رحتش بورسعيد. زرنا كل مكان في بورسعيد، يعني احنا قدرنا ان احنا يعني نصور لكم كل حاجه في الفيديو ان احنا زرناها في بورسعيد. كل مكان رحناه، يعني مفيش حاجه ما رحناهاش. وكل حاجه طبعا هتتابعوها والمعروف ان معانا. هي يعني مدينة بورسعيد لما تروح تزورها مش مدينة مكلفة يعني، ولا مدينة اللي لا، هي يعني هتغرمك ولا الكلام ده، لا. الأكل فيها أو الشرب فيها يعني تغيير. بص أرخص من البلد اللي أنت قاعد فيها. يعني إحنا لما رحنا هناك بصراحة اتفاجئنا من الأسعار هناك رخيصة جدا. اه، الحاجه هناك اسعارها. رخيصة يعني الواحد لو هو قاعد هناك بصراحة هيوفر هناك عن ما هو قاعد زي ما هو قاعد في البلد بتاعته. هناك كل حاجة بصراحة جميلة جدا، وانضف اكل واحسن اكل وكل حاجه بصراحه جامده. بصراحه بورسعيد جميله. اه ماشي، هما بيوفروا لها انت انضف بقى حاجه خدت شويه، عشان انت نعتبر خدت دوله سياحيه. انت خدت شويه صور. انا بقى قلت اما اخد شويه صور ليا برضو، يعني هي تتصور بالحمام لوحدها وانا ما اتصورش، فقلت لازم انا اتصور. طبعا. طبعا بقى ما انت مش خدت حقك، لازم انا كمان اخد حقي. يعني مين اللي كان بيصور؟ انا اهو. اه يا جماعه، قلت بقى لازم اخد لي شويه صور كده مع الحمام، بس الحمام مش عايز يعبرني ولا ايه، مش عارف انا يعني ايه يا شبع. عم. وانا جايب لك ميه نار تاكلها ولا حاجه، ما تيجي يا عم الحمام عليا يا عم كان اهو. شبع والله، شبع. جه عليا. بصراحه تحفه يا جماعه، شوف الشوارع اصلا عامله ازاي، الدنيا هناك هادية وجميلة. مم. هي برضو بتاخد شوية صور بالحمام مع عمور الصغير. يعني ملوش يعني نفس. هي يعني قالت يعني ايه لازم ياخد له شوية صور كده عشان لما يكبر بقى تقول له ايه. كنت بفسحك. تقول له انت رحت الاماكن دي وانت صغير. شوف يا جماعة المنظر هنا جامد، المسلة هنا جامدة بصراحة.
بورسعيد طبعا من البلاد اللي هي كلها نضال وكلها طبعا معروف تاريخها الكبير. كريم كان عاوز يمسك الحمام باي طريقه، بيقول يا ماما انا عايزه امسكه عايزه امسكه امسكه ازاي؟ ده احنا اصلا واقفين جنبه مرعوبين هو منه. مفيش اذكى من الحمام طبعا، الحمام ده ذكي جدا يعني. ده هو بياكل ويبص علينا شوف هتمسكوه ولا لا. بسم الله ما شاء الله. يا عمر. هنا بقى احنا خلصنا وقلنا بقى نروح نتسوق يا جماعه، ونزلنا الاسواق بتاع الملابس في بورسعيد، وقلنا نشتري للعيال بقى ايه. شويه حاجات كده كانوا ناقصين. لبس الصيف وشويه احنا طبعا كنا داخلين على الصيف، وقلنا نجيب اللبس الصيف من هناك. وزي ما انتم شايفين هنا الاسواق في بورسعيد معروفه طبعا على مستوى الجمهوريه ان هي طبعا يعني سوق كبير جدا يا جماعه، انت احنا بتتكلم في برضو يا سوق جماعه كبير. حاولنا ان احنا نصور يعني بعض اللقطات فيها كل حاجه هناك كده، بتبقى مستورده. لان طبعا برضو عشان في خصوصيات ناس ما قدرناش ان احنا يعني ايه نصور كتير فيها في سوق اللبس احنا يعني. يعني بنوريكم الشوارع اه وبنوريكم الاجواء اللي هناك بتبقى عامله ازاي. بصراحه كل الحاجات اللي انت عايزها بتلاقيها موجوده موجوده، هناك. بصراحه كل حاجه كل كانت موجوده. الحاجات. كل حاجه كانت موجوده بصراحه في السوق دون، زي ما قلت لكم ان احنا اصلا كنا نازلين نشتري شويه حاجات لكريم وعمر كانت ناقصاهم. وبرضو سوق جميل جدا واسعاره جميله والله. وبدأنا طبعا ان احنا نتفسح فيه برضو يعني في شوارع وكده ما شويه تحرمش ماشي. نفسك من حاجه، يعني كل حاجه في بورسعيد موجوده، ما تحرمش نفسك من حاجه، بصراحه جامده بصراحه. وده يا جماعه كان فيديو النهارده، كان فيديو جميل اتمنى يعجبكم. انتظرونا في فيديو جديد، مع السلامه.